اول ما بتبص للصوره دي قول لي ايه الرسائل اللي بتوصل لك؟ يعني الشخص اللي رسم الصوره دي كان بيحاول يقول ايه؟ ايوه بالظبط، غسيل المخ. انه الشباب من كتر ما هم بيحبوا الكوره اتعمل لهم غسيل مخ، ان هم خلاص بقى عندهم تعصب اعمى للكوره. فانا دلوقتي لو طلبت منك ان انت توصف لي الصوره دي وتكلمني عن الرسائل اللي في الصوره دي هتعرف تقول وتتكلم كتير جدا. بس لو انا قلت لك تعالى نوصف الصوره دي والرسائل اللي من وراها بالانجلش، هتعرف تتكلم ولا مش هتعرف؟ هتلاقي نفسك وقفت عند كلمة غسيل مخ، عند كلمة تعصب أعمى، عن كلمة تأثير السوشيال ميديا، عن تغيير التوجهات وآراء الأشخاص والأفراد. هتلاقي كلام كتير انت وقفت عنده مش عارف توصفه. خليك معايا بقى في الفيديو ده وأنا هساعدك ازاي توصف الصورة دي بشكل بروفيشنال جدا، وهنتعلم كم اكسبريشنز وكلمات تحفة هتساعدك وهترفع مستواك جدا. يلا بينا. اول حاجه عايزه اقولها ان الصوره دي بتحاول توصل لنا ان ازاي ان اشخاص اتعمل لهم غسيل مخ وان هم بقوا مهووسين بشكل اعمى بالكوره. الجمله دي بقى انا اقدر ازاي اقولها بالانجلش؟ هقول the picture shows how people get brainwashed and blindly obsessed with football. تاني، كلمة brainwashed يعني يتغسل مخهم. كلمة يتغسل المخ اسمها ايه؟ brain wash يتغسل المخ او يتعمل لك غسيل مخ اسمها ايه؟ brain wash. الكلمه الثانيه اللي انا عايزاك تعرفها هنا كلمه obsessed يعني مهووس. فانا لما اقول لك انا مهووسه بالافلام مثلا هقول لك I'm obsessed with movies. فكلمه obsessed يعني مهووس. طيب ممكن اقول ايه تاني؟ لو انا بحاول اوصف الصوره هقول تقريبا ده شكله مصنع او حاجه وفي هناك شخصين واقفين بيعملوا تقريبا عمليه جراحيه. ازاي هقدر اقولها بالانجلش؟ هقول the image depicts a factory where two workers perform a surgery. تاني surgery يعني جراح. perform a surgery يعني بيعمل عملية جراحية. perform a surgery يعني بيعمل عملية جراحية. طيب عايزة أقول هم عملوا إيه بالظبط؟ هم شالوا عقول الناس وحطوا مكانها كور. فدي بقى تتقال إزاي بالإنجلش؟ هقول they took out the brains and stuck balls in there instead. They took out the brains and stuck balls in there instead. يعني شالوا عقولهم وحطوا بدلها كور. طيب أنا ممكن أقدر أقول إيه تاني؟ هقول إن الصورة دي بتحاول تعبر أو توصل قد إيه السوشيال ميديا والكورة على الأشخاص خلتهم يغيروا توجهاتهم وآرائهم ومواقفهم في الحياة العامة بشكل كبير. دي أنا هقدر أقولها إزاي؟ هقول the image portrays the profound impact of mass media and sports on shaping individuals' perspective and attitudes. تاني، الكلمات اللي انا عايزاك تحفظها وتذاكرها المفروض يكون معاك دلوقتي النوت بوك بتاعتك والقلم وبتاخد معايا نوتس. اول كلمه profound يعني تأثير عميق. profound impact يعني تأثير عميق. تاني كلمة عايزاك تعرفها كلمة perspectives منظور أو آراء. كلمة منظور أو توجهاتك أو آرائك اسمها إيه؟ perspective. بالتالي الكلمة عايزاك تعرفها كلمة attitude يعني موقفك ايه تجاه القضية؟ موقفك ايه تجاه الموضوع ده؟ فتاني اسمها attitude يعني موقفك. طيب ممكن اقدر اقول ايه تاني؟ هقول الصورة دي من كتر ما الاشخاص بقى عندهم تعصب اعمى ما بقوش قادرين يفكروا بشكل مستقل او بشكل حيادي. فدي بقى اقدر انا ازاي اقولها بالانجلش؟ خليك معي. هقول the image suggests a loss of the ability to think independently and rationally due to blind football fanaticism. يعني ايه اللي انا بقوله ده؟ يعني بقول ان كلمة، خليك بقى معايا عشان هتحفظ الكلمات الجديدة. اول كلمة fanaticism دي اهم كلمة معناها تعصب. fanaticism. الكلمة الثانية dependently دي الكلمة اللي انت لازم تعرفها يعني بشكل مستقل. في كلمة كمان اسمها rationally يعني بشكل عقلاني. كلمة rationally يعني بشكل عقلاني ان هم فقدوا القدرة ان هم فعلا يفكروا بشكل موضعي وحيادي ومستقل في اي حاجة ليها علاقة بالكورة. كل واحد يعني عندنا احنا هنا في مصر الاهلي والزمالك، الاهلي بيشتم في الزمالك والزمالك بيشتم في الاهلي ومحدش قادر يبص للموضوع بنظرة موضوعية او بنظرة حقيقية. كل واحد التعصب عماه مجرد ان هو بيحب الفريق بتاعه فخلاص مش قادر بقى يفصل الامور عن بعض. ولو لاحظت مؤخرا اثناء الحرب اللي كانت دايره في القطاع واخواتنا اللي كانوا بيموتوا هتلاقي الدنيا كانت ملتهبه والدنيا والاحداث متصاعده وكم ناس بتموت وبتتقتل، وفي نفس الوقت ماتشات الكوره كانت بتتذاع وتنزل الشوارع تلاقي كم ناس قاعده على القهاوي وبتتفرج على الماتش ولا كأن في اي حاجه. فده بقى ازاي هنقدر نقوله بالانجلش؟ لو انا عايزه اعبر انه الكوره ما بقتش تخلي الاشخاص يقدروا يركزوا على الاحداث اللي بتحصل في الحياه العامه. الكوره بقى عباره عن مشتت، عباره عن حاجه بيلهوك بيها بدل ما تركز على الاحداث اللي بتحصل في الحياه الواقعيه. لا، بقت الكوره عباره عن مشتتات. فدي بكل بساطه انا اقدر ازاي اقولها بالانجلش؟ اول حاجه اقول it suggests how distraction can alter people's priorities, make them more focused on entertainment
rather than critical thinking or real life issues. ان هي بقت عبارة عن ملهيات، بقت عبارة عن مشتتات زي ما احنا قلنا كده. فدلوقتي بقى ده دورك، هتوقف الفيديو وتجمع كل الكلمات اللي احنا اتعلمناها من كلمة distractions يعني مشتتات، كلمة real life issues الأحداث الحقيقية اللي بتحصل على أرض الواقع. هتجمع كل الكلمات اللي احنا أخدناها في أول الفيديو وتجيب الصورة تاني وتقعد مع نفسك توصف، ومن خلال الطريقة دي تقدر ان انت تقوي السبيكنج بتاعك لأعلى درجة ممكنة. فلو انت استفدت وعايز ان انت تتعلم اكتر وحسيت ان الطريقه دي بالنسبه لك فعاله وحابب ان انت تنضم لينا في كورس السيمي برايفت، كورس السيمي برايفت ده بيكون معاك 3 اشخاص بس داخل المحاضره، بنخلي الاعداد بسيطه ومحدوده عشان الكل يستوعب ويركز ويمارس داخل المحاضره. فانت تقدر دلوقتي تسيب كومنت او تبعت مسج عشان تعرف كل الديتيلز.